مساء الخير. النهارده هنتعلم نعمل الكوبيبة الشامي. طريقتها في منتهى السهولة. تعالوا نجرب مع بعض نشوف الطريقة والمقادير. مقادير الكوبيبة حوالي كوباية ونص برغل. البرغل ده انا نقعته الاول لمدة مثلا ساعة، وبعد كده صفيته كويس قوي وعصرته بايدي، يعني مفيهوش مية خالص. وبالنسبة هنحطه على البرغل اللحمة، ده كيلو لحمة مقسماهم، جزء كبير هعمل بيه هضيفه على البرغل، وجزء تاني هعمل بيه عصاج عشان هحشي بيه البرغل. وتوم حوالي 3 فصوص، وملح، وحوالي بصلتين او بصلة كبيرة واحدة مقطعاها كبير كده، يعني دول الخليط بتاع البرغل نفسه. وملح وقرفة حوالي معلقة صغيرة، بهارات معلقة صغيرة برضو، قرنفل نص معلقة صغيرة، وفلفل اسود معلقة صغيرة، وزعتر برضو معلقة صغيرة، والملح. بالنسبة للعصاج زي ما بعمل العصاج العادي، بحط نفس التوابل دي برضو، بس هضيف الزعتر لان هي دي النكهة الحلوة للكوبيبة. يعني بحب اضيف الزعتر على الكوبيبة نفسه، على العصاج وعلى الكوبيبة نفسها. برضو بحط معلقة زعتر، فلفل اسود، والقرفة والقرنفل والبهارات. بس التوم هو اللي على البرغل، وشوية ملح. قبل ما ابتدي ابتدي اعمل العصاج الاول، اجهزه عشان يبرد عشان اشتغل على طول. بكون مجهزة معلقة سمنة كبيرة، والبصل مقطعاه صغير، دول حوالي بصلتين كبار. اشوح البصل الاول خفيف، وبعد كده ابتدي اضيف اللحمة. دلوقتي ابتدي اضيف اللحمة. اهدي النار عشان اللحمة ما تكلكعش. زي ما احنا شايفين اللحمة قربت تستوي، فهبتدي اضيف التوابل بتاعتي. هحط معلقة زعتر، وفلفل اسود، وقرنفل شوية صغيرين قوي، مكترش، يعني القرنفل تقريبا ربع معلقة، و7 سبايسز اللي هي البهارات معلقة، والقرفة برضو نص معلقة صغيرة، والملح. خلي بالي من الملح، انا حطيته اوريدي شوية على البصل وهو بيتحمر. هي تقريبا كده قربت. دايما التوابل بحطها في الاخر، دي ريحة جميلة، هي ريحتها حلوة قوي قوي دلوقتي. هي كده خلاص، اسيبها بقى تهدى وابتدي اجهز البرغل. هنا لازم استخدم الكبة لان مهمة قوي البرغل يبقى ناعم واللحمة تبقى ناعمة عشان اعرف احشيها. ابتدي احط البصل، دول بصلتين صغيرين، والبرغل. لو ما كفتش كل الكمية هقسمها على مرتين، وبرده جزء من اللحمة، وافرمها. كده انا فرمت خلاص البرغل مع اللحمة، بقية اللحمة والثوم. ابتدي احط التوابل كلها، اللي هو البهارات والقرنفل والقرفة، لان نص الكمية حطيتها على اللحم، وفلفل اسود، والزعتر، والملح. الملح اخلي بالي احط المعلقة مثلا ونص، كفاية، ما احطش اكتر من كده. ليه؟
انا قبل كده مرة يعني حطيت الملح ودقتها، لقيتها برضو عادبة، وحطيت تاني وحطيت تاني، لقيتها ملحت قوي. يعني هي بعد ما اخلطها مش هتبان ان هي مالحة، فنخلي بالنا معلقة ونص، ما نزودش عن كده. وابتدي اخلطهم بقى كويس. كده انا عجنتهم كلهم، وقسمتهم للمقاس ده. هبتدي بقى احشيهم لحمة. اوريكم الطريقة ازاي. بكون مجهزة مية عشان ما يلزقش في ايدي، بفرده بالطريقة دي، واخد شوية عصاج واقفل عليه، واديلها شكل طويل كده شوية، فيه طول، عشان حتى ما اجي احمره يبقى سهل عليا. كده انا حشيتهم كلهم، هحطهم في التلاجة لمدة ساعة، وبعد كده هبتدي اقليهم. ببتدي اقلي الكوبيبة. بجيب اي حاجة تكون مثلا سرعة عالية شوية، عشان هحط زيت كتير وصغيرة، عشان احب ان هو يغطس فيه. اعلي النار الاول، واول ما يسخن ابتدي احط الكوبيبة. مهمة قوي ان النار تبقى هادية، عشان دي فيها لحمة لازم تستوي. صحيح العصاج جوه مستوي، بس مهمة قوي اللحمة اللي مع البرغل تستوي كويس. زي ما احنا شايفين الكوبيبة استوت. هي ما خدتش وقت طويل على النار، بس انا عليت النار الاول وبعدين هديته عشان اللحمة اضمن ان اللحمة تستوي. حاولوا تجربوها ان شاء الله تعجبكم. بالهنا والشفا، واشكركم جدا، والى اللقاء.